شلونكم؟ تقبل الله. طبعا قلت اليوم لازم اسوي لكم لوك القرقيعان. وايد دزيتوا لي يوم حطيت الجلتر هذاك وقلتوا لي دينا نبي، فانا اليوم راح اسوي معاكم. شوفوا اليوم دراعتي لونها ازرق. عندي كريستالات جايبتهم، ودي احط هذيل. شلون بحطهم ما ادري، بسوي معاكم. زين، بس اول شي بلبس عدساتي من امارة. هذيل بنات انا وايد حابتهم لان لونهم وايد طبيعي وحلو. عاد الله يستر. انا دينا اذا بغيت اسوي كريستالات وخبة يعني راح نجيب العيد من اوسع ابوابه. لا وشنو مسوية تسريحة انا اليوم هني كله عجايف روعة. وضعي روعة. ثاني توتوريال اسويه معاكم وانا اكون مسوية اوريدي شو اسمه تسريحتي. الحين اول شي باخذ هذا الميسلر ووتر. انا راسمة حواجبي بس بشيله. طبعا هذا بنات صراحة القلم الجديد حيل واتر بروف، يعني مو بسرعة ينشال، يطلع كذي كنه كشور ما يذوب. بس تو الناس عليه. بستخدم أكثر تونر أحبه أكوجي الأبيض. طبعا هذا أنا أكثر تونر وايد أحبه أكوجي. يبيض الوجه كله وايد حلو، حتى قبل الميك اب أو كعناية. عقب بحط مرطب. صراحة مرطبي اللي أنا متعودة عليه خالص حتى من عندي، فبحط بوبي براون حلو، بس أنا وايد أحب أكوجي أكثر. يعني هذا حلو بعد بصراحة، بس عندي أكوجي الجل أفضل قبل المكياج لأنه ما يخلي الوجه ستيكي. بوبي براون وشارلوت تيلبري شوي يخلون الوجه ستيكي، فمو أي أحد يعرف يتعامل معاهم. أوكي. بعدين بحط نوفا كلير هايدرا. أهم شي إني أنا قاعد أعصها قبل لا أبطله. هو شبه خالص. هذا أنا ميت عليه لتحت العين، وايد حلو. هايدرا مال نوفا كلير حيل حلو، بالذات قبل الميك اب بنات. ترطيبه حلو ووايد يخفف من مظهر الخطوط، يعني تحسين الوجه يصير شوي شاد هني. اوكي، صرت تحطينه بعد فوق العين عادي حسب انتي شنو حابة. الحين الخطوة الأولى اللي إن شاء الله هذا بنات أنا ما أدري متى راح ينزل، بس إنه المفروض لحظة هني كلها. زين، المرة اللي طافت أنا ما عطيته حقه، لكن اليوم راح أتكلم بشكل واضح حقه. بالأغلب بالفونديشن الحمد لله إن أنا سكة الفونديشن عندي وايد حلوة. أنا قلت أنا أحس إن عشان أسوي خطوة إني أنا أسوي فونديشن
باسم دودو شوية خطوة بعيدة شوي، ممكن بس بعيدة لين ما أعرف أكثر الدرجات المطلوبة والتونات. هي اوريدي أنا عرفتها الأمانة بشغلي، بس مع براندات، مو إن أنا أسوي. فقلت أنا أبي أسوي حل حق مشكلة الفاونديشن. شنو المشكلة؟ مثلا وايد بنات عندها فاونديشن يخطط، فاونديشن ما يطلع سوي على البشرة، المسامات تكون واضحة، الفاونديشن بسرعة يطير، عندك مشكلة الفاونديشن يبين شوية مغبر. حلو. أنا شنو سويت؟ قلت دام اني انا عارفة اغلب المشاكل فانا ابي حل حقها. حلو. وشي بسيط تحطينه، تقدرين ترى تحطينه بروحه وتقدرين تحطين فوقه فاونديشنك، فكيفك. يعني مثلا انا اليوم راح احطه بروحه بدون اي اضافات، راح تشوفون شلون مظهره على البشرة. اوكي. هو صاير بنات درجة واحدة. حلو. شنو يسوي؟ اول شيء هو يساعد ان الفاونديشن ما يقلب رمادي، يساوي الوان التصبغات. ثاني شغلة يساعد انه ما يكون فيه خطوط، لانه هو مقاوم حق الشيخوخة. الشيخوخة هذا اسم او مادة تنحط، هي مخصصة حق الخطوط. حلو. ما اعرف انطق اسمها عدل بالانجليزي. زين. غير كذي هو فيه قلت لكم كلر كوركتر، في هايدريتنج، وفي هم حماية حق البشرة. حلو. تحطينه مع الفاونديشن مالك، قبل الفاونديشن قبل والاغلب هو موسترايزر سيرج، اتمنى اني انا اكون نطقتها صح. هو يساعد انه يرطب البشرة ويخلي البشرة وايد صافية ويعطيني الطقة اللي تخلي البشرة سوفت. زين. هذا اهم نقطة. بالاغلب اذا انت بتحطين معاه فاونديشن حطي معاه نقطة، يعني حطي نقطة بس من الكريم، او اذا بتحطينه بروحه لا عادي حطي الكمية اللي انت حابتها. انا اليوم راح احطه بروحه، راح اوريكم صدق هو ايش كثر حلو وتغطيته وايد حلوة. راح استخدم هذه الفرشة من فرش دودو مع الكريم، بوريكم القوام. هذه النقطة شنو راح تصير معاي. توزيعة هذا ما يتوزع فلات ولا ببيوتي بلندر، وزعيه بفرشة عن طريق الدوران. ليش؟ لان انا ابي ادخله شوية بمسام زين. ليش ابي اوزعه داخله مسام البشرة؟ عشان يسكر لي المسام. حتى تحت العين راح احطه لانه هو من كوركتر يوحد لون البشرة. تشوفوا هني وتشوفوا هني، ما تحسون شيء تغير، بس شنو حسيتي؟ تحسين كأنه في طبقة مخلية الوجه او المسامات سيدة صكة واحدة. فهمتوا؟ وراح يعدل من مظهر الفاونديشن مالك. شوفوا شلون الكفر ماله. طبعا هذا بنات راح اوريكم، كنت حاطته حق رفيجاتي يوم كنا بالرياض وهم مجربينه على اي لون بشرة. يعني رفيجاتي تان، احط فوقه اي لون فاونديشن. والله اذا الفاونديشن خطط معاك، بس وزعيه صح طبعا. انا ما افهم، مجرد ما ان انتي توزعينه صح هالشكل بفرشة استحالة راح يخطط معاك الفاونديشن. او تعرفون الشغلة اللي شوفوا هني حطيت شوي قاعد اضغط هني، انا عندي شوي مسام بارز هني فبضغطه بس هني. بهالشكل صار عندي. تقدرين تحطينه بروحه عادي اذا بشرتك زينة، لانه هو ترى ما يغطي وايد الاثار، بس يصلح لونها،
يصلح لون البشرة، بس ما راح تحسين الكفر اوف والكفر لا، مو كذي. نسيت احط واكس الحواجب. انا احب احط واكس الحواجب قبل الفاونديشن عشان ما يقلب حاجبي لونه، لانه يقلب من شنو؟ الفرشة تحك الجلد او الحاجب اوريدي يكون عليه لون. الحين بحط كونسيلر، يكون فول كفر، فبستخدم عهود رقم 2. اوكي، عهود لأن كونسيلر عهود وايد يطيح علي. احط نقطة من رقم 2 هني بعد. اوكي، شوية باخذ من رقم 4. اوكي، وأوزعه. شوية بس كني قاعد احط اثقل التغطية هني. انا احب صراحة الفاونديشن يكون او التغطية تكون تحت العين بارزة. الحين شوي صوب. الحين شو راح احط؟ الماجيك بلاش على الخد، على الخشم، أوسعه بالبيوتي بلندر. الكونتور كريمي أنا ما أحس أحتاج، أنا أحب الباودر أحطه بدودو برونز وخلاص. عقب يا طويلين العمر راح احط باودر لورا مارسي. صراحة يعني احلى لوس باودر انا جربته. يعني انا حاسة وجهي مو عارفته بدون كذي، بدون شعري من ورا. ثبت عليه لوس باودر يعطيك نفس طقة الفول كفر اللي احنا نبيها، لأن حطيت عليه كونسيلر ثقيل. عقب راح احط، انا لازم اسوي هالحركة اشوف اذا وجهي مات او لا. بعدين راح استخدم حليب الاغراض عشان مو كل شوي اقطع، لان انا ما ادري متى اجمع اغراضي مكان اشوفهم. الحين بحط البرونز على اطراف وجهي كله، بس ما قاعد اطق طقات قوية، لا يدوب كذي خفيف واوزعه. شوفوا ايش كثر داشة بالتليفون. الكريم سوفت ومو مبين سام بالبشرة. الحين راح ابلش بالشادو. ذاك اليوم شفت توتوريال وايد يازلي فودي اقلده.
كانت ماخذة قلم أسود وحاطته هالشكل. هذا القلم بنات بيريني، أنا وايد أحبه، موجود بالبوتيك عندي. بعدين خذت فرشة فاضية ودمجت الأسود. شذي تمام. استخدم هذا البالت بيوتي سيكريت من افكت، احبه. اخذ درجة بني وادمجه. شوفوا هو اللوك ثقيل شوي، مو ناعم يعني، مو شي ناعم. ادمج اكثر. ما كانت هي قاعدة تدمج قدام، كان كل الدمج هني. عقب راح أرد أحط شادو أسود من نفس البلد على هذه المنطقة. يعني أول شي دمجت القلم، بعدين أضيف الأسود. بس هذا ياخذ وقت، يعني يبيله تظلين تدمجين، مو بس حط ومع السلامة. ما قاعد أقرب قدام، كل شغلي من ورا. بحط الشادو وأرد أدمجه بفرشة البني، نفس الشي الدمج كله من ورا، ما قاعد أطلع بداية العين. شوفوا الحين عقب ما دمجت عدل، باخذ فرشة كذي تكون وأدمج أكثر هني. بضيف للأمانة أزيد لون. اوكي، الحين باخذ فرشة نظيفة حق قدام، أسحب اللون ليه قدام. إذا سحبته بعدين نظفته بكونسيلر، بس أنا ما ودي أنظفه بكونسيلر. عقب باخذ فرشة فلات شادو فاتح، شادو كان وايد فاتح، يعني أنا الحين حاطة غامق بالنسبة حق اللي هي حطته. شوي راح أرد هني، شفتوا أحس خبيصة، أرد أسوي بلند، نقطة شادو كذي يصير مرتب. بعدين بداية العين ناخذ إضاءة، أنا أحب إضاءات أوفر،
باخذ افتح اضاءة، عندي اضاءة فاتحة هذه مالت أوفرا، احطها بوز العين شوي بحط. بعدين نفس القلم الأسود كحل عين، من داخل كلها حتى الرمش اللي فوق. عقب راح اسوي بس بين معاكم البوز كذا، حتى هني شوي. طبعا سالفة القلم اللي ترسمين فيه حاجبك من تحت، حاجبك يكون الايلاينر ترسمين فيه من تحت عينك، مرات ممكن انه هو شنو يسوي لك، ان انت تدمعين او حتى ممكن ما تدمعين، عيونك تغارق فيسيح. فاللي متأكدة ان هي ما راح تدمع تسوي الحركات، بس اذا انت تحسين 1% بتدمعين لا تسوينها. عقب باخذ نفس الوان الشادو اللي حطيت، نفس الوان الشادو اللي حطيتها فوق، هي نفسها ادمجها تحت هالشكل. اوكي. انا عن نفسي ما احب احط اسود تحت عشان لا تصير العين كلها سوداء. احب احساس البني اكثر، يعطي حق عيني جمالية اكثر بدون ما يفقص عيني داخل. عيني احس انها داشة، بالذات اذا كنت حاطة شادو اسود او كحل اسود داخل. ما احب احط اسود بعد تحت العين، يعني ممكن احط اسود تحت العين اذا انا ما كنت حاطة كحل عادي احطه، بس طول ما انا حاطة كحل شادو اسود مثلا هني ناطرة اسود وحاطة سواد، ما احط شادو بعد، لانه راح تصير العين وايد سوداء وراح تحسين العين منفخصة داشة، بسم الله، داشة لداخل. فاحنا ما نبي هالشي. الحين راح اكمل برسم حواجبي اول، بعدين بكمل الباجي. بس دقيقة، شوي الحين قلم الحواجب بس من ورا. هني من قدام انا فيني شعر فما احتاج، دائما احط بس من ورا، واذا احتجت ارسم شعرات بالاسود. اوكي. هني شوي انا احتاج هالحاجب لان عندي فاضي. اوكي. طبعا قلم حواجب البنات لونه الاقرب للبشرة. بعدين اخذ قلم شعرات
في مال آلاء دشتي وايد أحبه، بس من كثر ما أنا أستخدمه كل مرة أستخدمه وأقطه ما أدري وين يروح. الحين شعرات بقلم بني. على كل الحاجب، إذا بني أنا عادي أحطه على كل الحاجب. بعدين للأمانة لأن أحس حالتي شوي مو نظيف باخذ أسود، بستخدم هذا مال آلاء على شي نهايات الحاجب. ايش راح اسوي؟ باخذ كحل سوري شادو اسود. شتو هذا الايلاينر، اعطيه دمجة اكثر. هني احس يبي له دمج فبدمجه على راحتي بدون ما اضيف حق الفرشة شي. اوكي لقيت ايلاينر ازرق هذا من كارلا. اوكي راح احط منه، حطيت نقطة ومسحتها لأن لونه وايد قوي، بس من تحت. اوكي هني انا ما احب القطنة اذا بمسح بكلينكس، بس يلا كذي شوي امسحه لان انا هذا بحط عليه جلتر ازرق. ما ادري سالفتي مع الازرق. الحين هذا ثاني قرقيعان همن دراعتي زرقاء، بس كنا جبت العيد. جبت العيد. اوكي ما عليكم، خلكم اللي تحت. الحين اللي ورا، الحين من ورا حسوي الايلاينر، ترى لونه كحلي. هذيل البنات من كارلا كنا هابين فيهم صيف، الوان زرق واخضر وابيض. شوي قعدت ادمج هذا الازرق لتحت لين شي خففته. الحين بحط هذا جلتر ازرق من ايربن ديكي. اوكي بحطه على ايلاينر نفسه كذي. اذا ما عندك ايلاينر ملون، هذاك اليوم انا قلت لكم تعرفون الزري مال يهال مع صنغ رموش وانتهى الموضوع. اوكي
ناقصه راح احطه هني. شوفوا هني ما راح يبين وايد انه ازرق، شوفوا شحلاته على الاطراف، بس هني ما بين ازرق لانه هو ازرق خفيف. هني شوفوا يقول راح احط من تحت بعد. اوكي الحين صار دور مسكرة وتركيب رموش. الحين الله وصلني خبر وايد يونس الحمد لله. خل اقول لكم الحين بحط له رموش. هذيل انا مقصصتهم جهزتهم، يعني اوريدي مستخدمتهم يمكن 3 مرات او 4. الحين يا دوب بلصقه. شوفوا شلون صار شكل العين. يعني ترى الايلاينر اي لون بنات تقدرين، اي لون. ما عندك ايلاينر حمرة، عندك بلد حمر، اي شيء يعني راح يفيد معك. يعني مو ضروري ازرق مثلا، لان البيسك ترى لون محايد. هذا رمش عوي لان عيوني هني ملتهبة، عيوني هني ملتهبة. انا عواني من العدسات، لكن انا من استغفر الله الاعصاب ضربت بعيني بعد. بس الحمد لله ان شاء الله كم يوم امورنا تكون زينة اذا استمريت بالعلاج. اتمنى يعني استمر بالعلاج. الحين شو راح اخذ؟ راح اخذ هذا كامفلاج. راح نسوي خطوة وايد راح تحلي العين. اوكي راح احط هذا مع فرشة صنطوطة هالكثر. لازم تكون بيدك مراية دقيقة عشان تكونين مراية دقيقة عشان تكوني بوجهك. شوفوا شوفوا طاعوا هني تحسون العين فتحت اكثر. هني بعد راح ارد احطه هالشكل. شوي راح احط من ورا. بالاغلب بنات ترى هذا مو مكياج طلعه، قرقيعان عيد ميلاد. اوكي وايد يحلي حلو، يعني شيء كذي غير عن المألوف. اوكي بعدين راح اخذ على هذا الخط جلتر سيلفر. هذا بنات الجلتر من الهندي وايد حلو، لان ايرفن ديكي انقطعوا. ها شوف شلون صار لك خيال. يعني اتوقع متابعيني حافظين انا اكثر واحدة تخبص واطلع بفاينل وايد عجيب. اوكي الحين ايش راح اسوي؟
فرشة كبيرة راح انثر الباودر. تحت العين. بعدين راح اخذ ماي فيفورت فانيلا عهود تينن، وانا وايد احبها، وايد وايد من احلى وافضل الباودر اللي ممكن تجربينهم صج كباودر، يعني حيل ناجحين. بهالشكل. بعدين راح اخذ هولا، ابي شوي رمادي صبغ خشم ومحدد اكثر، شوي محدد اكثر. أنا هذا أحبه بس إذا بصور، بس أنا بصور مع عيالي فأبي يكون الخشم شوي رمادي. الحين واي عرس عندي أنا اليوم، عرس إيش كثر، واي ما عندي قرقيعان البيت، ما جبت هذا اللي يتوزع عليه هالحبايبي. حطيت بلشر، صراحة هذا أنا قاعد أجرب لونه، الحين صار وقت فتون علف حرفيا يعني. الله يستر، خلينا نجرب. انا احس راح احطهم هني، انا بحط حق نفسي، معنا جايبين وحدة ترسم، بس انا احس انا ابي احط، ما ابي احد يرسم لي. وي هذيل كاملين، لك طلعت الله، هاي علقت بصبعي. اوكي بنات شوفوا الحين انا شلعتهم، راح احط بايدي لصق هدى بيوتي الشفاف. بصراحة لازم تنتبهين على الخطوة، على اللزق اللي بتحطينه، لأن في لزق ما يكون سيفتي، ممكن يحبب بشرتك، فانتبهي. راح اخذ ملقط حلو حلو حلو. هو واضح اني انا راح اتبهذل، بس يلا. اوكي بالملقط، هي في مشكلة الملقط ما قاعد يمسكها. اوكي راح اغرقها من تحت بس. اوكي هذا لانه شفاف بعد شوي يتغير لونه. انتي وزعيه مثل ما تبين، انا بوزع قلت لكم الله الله على البهذله كذي. اللزق اوريدي شويه نشف، فقاعد يلصق معاي بسرعه. اي كريستالات ترى مو لازم هذيل، اي كريستالات عندك. دحنا ايه بهدله. اوكي
انا كان ودي لولو، بس اللولو كله نحطه بشعر بنتي وبراسي. نطلع لحظة، كنا هذيل اللي بوترلاند. هذه انا الحين، هذه البهدلة اللي قاعد تصير عندي. هذه فيها 3 احطها كذي. لا لحظة، شوفوا برد. اضيف واحدة. هذا لصق على ايدي. لحظة واحدة. وين؟ هني. والله ماكو احلى من الايد. احس هذه لا، هذه غلط، هذه غلط. هذه بحطها هني، او لا صغار. كان اشلع الصغار واحطهم. انا قاعد الصقهم، يعني شوفوا اللصق مالهم قاعد اشيل. هذول البنات تلقونهم عند محلات الميك اب، الهنود، صالونات كذي، تلقينهم محلات تنكري موجودين على أثر من يشيل. اوكي شوفوا شلعت 3. شوفوا الحين باخذ الحجم الأصغر. تكفى ثبتة يا اختي. ايوه كذا. شوفوا الموضوع صعب، بس والله ينن يطلع. طلعين كذي يا ريتش ستايل. خاص فيك الله. هو الملقط هو اللي قاعد ياخذ الصمت. لحظة انا بحطها بيدي، موضوع يبيله ايدي. شوفوا كذي بقت اخر واحدة صغنطوطة، احطها هني قدام. ينن صح شيء ولا غلطة ويقع. مسحت هذا لصق بيدي. الحين حددي دودو. ترست شفايفي بالمحدد. بعدين بحط هذه الحمرة من لافي. الحين صار دور بحط بهذا السايد. وردية كذي أكون كذي أكون خلصت. إن شاء الله تكونون حبيتوا اللوك. أنا وايد حبيته. حبيت هذي الجلتر الأزرق على الآيلاينر والألوان حيل نار. صار لازم أبدل وأحط لكم الأدوات.